السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي من جديد في قناتي عالم نبيلة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم شبكية في الفران. تقريبا نفس الوصفة اللي شاركت معكم العام اللي فات، غير هنايا غادي نخدموها ان شاء الله بالخميرة بلدية، وغادي تشوفوا معايا في لا فيديو عسل ان شاء الله. شوفوا معايا لا بريونس ديالته والتلصيقه ديالته كيفاش كيلصق، كيتجي واحد لاكوش اللي هي رقيقه وكيلصق لينا على الحلوه، وما كتاخذش لينا واحد الكميه ديال العسل. خصوصا المعسلات اللي كنديروا في الفران ما كيشربوش لينا العسل بحال ديال القلي، كنبغيو عسل اللي كيلصق لينا على الحلوه وكيكون هكا واحد. شوفوا معايا تبارك الله التعليكه ديالته كيفاش كيجي بحال خادمين فيه الجلوكوز. غادي تشوفوا معايا ان شاء الله الطريقه ديال هذا العسل هذا سهله وكتجي ناجحه 100%. هانتوما شوفوا معايا التعليكه ديال هذا العسل هذا، وكيجي واحد لاكوش اللي هي رقيقه فوق الحلوه. نتمنى ان شاء الله تشوفوا معايا. شوفوا معايا هنايا القرمشه والتعليكه ديال الحلوه. نخليكم ان شاء الله مع الفيديو تشوفوا معايا الطريقه ديال الشبكيه بالخميره بلديه، وغادي نخدموها ان شاء الله في الفرن، وكذلك طريقه العسل كيف ما شفتوا معايا كيجي بحال خادمينه بالجلوكوز. بسم الله. غادي نحتاجو ان شاء الله كمقادير. عندي هنايا 600 غرام ديال الدقيق الكامل، حيدت منه النخاله ديالته. وهنايا عندي 600 غرام ديال الدقيق الفرينه الابيض اللي كنشريو، ولكن هذا الحرش ماشي الرطب. كاين الانواع الرطب وكاين الحرش. هذا الحرش اللي ما بغاش يدير هذا الدقيق الابيض الحرش يدير الفرينه البلديه. هنايا غادي نحتاجو عندي 2 كيسان ديال الزنجلان اللي طحنتهم مزيان حتى تعلكوا ليا. وبطبيعه الحال الزنجلان ما محمرش، كنديرو هكايا غير منقي صافي. هانتوما شوفوا معايا كيولي هكا الزيت ديالو كيخرج. عندي معلقه كبيره ونص ديال القرفه، عندي معلقه ونص كبيره ديال الكركم الخرقوم عرق. خديت واحد 2 معالق ديال السكر اولا نديرو العسل. عندي هنايا معلقه ونص ديال النافع وحبه حلاوه، 3 المعالق خليط ما بين نافع وحبه الحلاوه. هنايا عندي واحد تقريبا راس المعلقه ديال الكوزه، درت واحد الحكه ديال الكوزه. عندي معلقه صغيره مع مراش ديال المروزيه، وعندي معلقه صغيره عامره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال الملحه. وغادي نخلط ان شاء الله هادشي كامل. هنايا وجدت معايا كاس ديال الزبده طيبه، هذا عندي فيه 180 مليلتر، وكذلك كاس ديال الزيت مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. غادي نحاول غير نخلط التوابل ديالي مع الدقيق، وغادي نبدا ندخل هاد الزيت والزبده مع الدقيق ديالي ومع العطريه. اللي ما بغاش يبقى يخدم هاد الخدمه بحال هكا، كنقدروا كناخذوا الطحين ديالنا كنديروا حفيره الوسط، وهذيك العطريه كامله كنحطوها الوسط وكنضيفوا عليها الزيت والزبده كنخدموهم، وعاد كنبداو نلبسوهم للدقيق. اولا كنخدموا هاد الطريقه هذه بحال هكا، اولا لا ما بغيناش نخدموها كنهزوا هادشي كامل. غادي غير نحركوه واحد التحريكه هكا خفيفه وندوزوه في الغربال صافي، وما كنحتاجوش اننا نبقاو نخدموا فيه هكا غير باش كنسهلوا على راسنا الخدمه. هنايا غادي نضيف هاد الكاس ديال الزبده، وغادي نضيف الكاس ديال الزيت، وهنا غادي نبدا نبسبس العجينه ديالتي مزيان نلبسها. هنا كنبقاو نخدموا وكنلبسوا هاد الطحين مزيان بهاد الماده الدهنيه. هنايا غادي نخلط، نقدر نزيد واحد 4 كاس ديال الزيت. غادي نخدم مزيان وعاد نشوف واش غنحتاجو ولا لا. هنايا غادي نضيف تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. بالنسبه للدقيق ديالي صافي راه تلبس مزيان، هذه غير اضافه ضفتها.
هنايا خديت من بعد ما بززت العجينه ديالتي لبستها مزيان. خديت عندي حك ديال اليوغورت من وزن 110 غرام، يعني الحك الكبير. هنايا عندي واحد كاس لاروب ديال ماء الزهر، وعندي هنايا بالنسبه للشباكيه غادي نخدمها انا بالخميره بلديه، فغادي نضيف هنايا غادي ندير المعلقه هنا كبيره مع مرش ديال البيكربونات. غادي نفعلها بشويه ديال الخل، وغادي نستعمل واحد 3 المعالق كبار ديال الخل. درت هنايا 3 المعالق كبار ديال الخل، وغادي ندير الخميره بلديه فعلتها البارح في الليل. غادي ندير تقريبا واحد 3 المعالق كبارين ديال الخميره. هانتوما شوفوا معايا كيفاش خامر تبارك الله. غادي نحاول هكا نخلط هذا الخليط ديالي مزيان، وعاد نضيف الماء. انا نضيف هنايا نص كاس ديال الماء، نحاول هكا غير نخلط الخليط ديالي ديال اليوغورت مع ماء الزهر مع الماء مع الخل، كلشي هنايا يتخلط ليا مزيان. الاضافه اللي غادي نضيف هنايا غادي نضيف القشور ديال البرتقال معسلين. هادو اللي باقا كنخدم بهم هاد العام، راه ديال العام اللي فات. هاد العام باقي ما وجدتش المركزات. باش كنوجد المركزات دائما كنحتفظ بهداك القشور والتفل، هما اللي كنعسلهم وكندير بهم هاد القشور. هادو كيبقاو عندي هكا في المجمد. هادو يلا جبدتهم، هانتوما يلا جبدتهم، كيبقاو معلكين وكيعطيونا واحد النكهه زوينه في الكيك ديالنا، خصوصا في الكيك ولا في الحلويات. خصوصا في الكيك بعض المرات ما كيكون عندنا لا عصير لا فاكهه في الدار، كنبغيو نصايبوا الكيك كناخذوهم وكنزيدوا معاهم غير الماء، وكتجي الكيك تبارك الله بحال مخدومه غير بالليمون اولا الحامض، كتجي تبارك الله لذيذه. هنا غادي غنحاول دابا غير نطلق هاد المركز هاد القشور ديال نحاول غير نطلق هاد القشور ديال البرتقال في هاد الخليط صافي، ونجمع العجين ديالتي. كنبقى هكا نخلط وكنجرف الدقيق من الجناب باش كنسهل عليا كيجي كلشي هكايا فيه نفس الخليط. صافي كنبدا نجمع دابا في العجين ديالتي. انا هنايا استعملت الكاس ديال الماء ديالي فقط. هنايا بقى لي واحد شويه ديال الدقيق من الجناب. صافي غنحاول هكا نجمعو مع العجين ديالتي، والعجين بطبيعه الحال راه كنخليوها كتكون قابطه راسها قاصحه، ماشي العجينه تكون مرخوفه بزاف باش كتجينا الحلوه مزيانه. صافي هنايا كنحاول هكا غير غادي نجمعها وندلكها مزيان واحد شويه باش كينسجم ليا هاد الدقيق مع بعضياتو. صافي وغنديرها في بلاستيكه ولا نغطيها ونخليها تختمر ان شاء الله. بما انني درت فيها الخميره بلديه، الا ما درناش فيها الخميره بلديه ومزوبين بها، هي قد ما ارتاحت العجين قد ما كتجي مزيانه. نقدروا نعجنوها بالليل نخليوها حتى الصباح. واخا فيها سواء فيها الخميره بلديه ولا لا، انا موالفه كنعجنها بالليل. غير البارح كنت كنوجد القوام ديال السلو وما ساليتش ليها، ما عجنتهاش بالليل، كتصبح موجوده العجينه. دابا غادي نوجدها ونمشي نكمل السلو ديالي عاد باش نخدم فيه. هنا من بعد ما جمعت العجين ديالي صافي غادي نديرها هكا في بلاستيكات، واخا كتبان لينا انها قابطه راسها، راه من بعد ما كترتاح وكتخمر كترخف لينا العجينه. هانتوما شوفوا معايا غادي نخليها صافي غنغطيها ونخليها ان شاء الله واحد 3 سوايع ولا 4 حتى تخمر مزيان، وعاد باش غادي تعطي الخميره البلديه المفعول ديالها وعاد نخدموها ان شاء الله. بالنسبه للعسل غادي نشاركو معكم. هذا كنت مشاركه معكم الطريقه ديال العسل. شحال هادي
كنطيبوه غير في الطنجره مع التحراك، ما كنسدوش عليه. هو كيجي تبارك الله عاقد، هنا راه بارد، كيجي بحال مخدوم بالجلوكوز. غير هاد المره هذه الطريقه مبدله على اللي فايته خدمها. انا هذا كنت خدمت به الاشكال ديال السنطير والجوج الاشكال اللي خدمتها ديال البوشنيخه، وشاط ليا غير هاد شويه ديال العسل. فغادي نعاود نصايب واحد اخر غنوريكم الطريقه ديالته. كنت ما صورتوش معاكم. هنايا بالنسبه للطريقه ما كنديروش السكر مع سنيده، الطريقه مختلفه على اللي كنت مشاركه معاكم. عندي هنايا السكر سنيده 2 كيلو، غناخذ منها كاس ديال العنبه، غادي نحطها على عافيه مهيله حتى كيذوب معايا داك السكر، كيولي اللون ديالو بني فاتح، ماشي غيولي كراميل، غير بني فاتح. كيذوبوا معنا الحبيبات ديال السكر. غنحطو دابا انا فوق النار حتى يذوب، وعاد نكملوا ان شاء الله الطريقه. على بال ما يذوب ليا السكر ديالي كنكون وجدت واحد الحبه ديال الحامض. الحامض دائما كنديروه باش ما كيسكرش لينا العسل. كناخذ حامضه غنقطعها دوائر، وغادي نوجد معايا ايطرو ديال الماء. بالنسبه هنايا للسكر كنبدا مره كنحركو هكا، كنعاونو باش يذوب معايا، باش ما ياخذش ليا داك اللون، يتحرق لينا السكر ما يوليش لينا كراميل. من بعد ما كيذوب لينا السكر كنزيدو الليطرو ديالنا ديال الماء، ونحاولوا كنضيفوه شويه ضروري باش كنضيفوا الماء ديالنا. كنبعدوا يدينا ونبعدوا وجهنا عليه. هنا كيتحجر معنا، يعني نقدروا نضيفوا الماء سخون الا بغينا هكا، ما نبقاوش نحركوا فيه حتى يذوب. دابا غادي نخليوه فوق النار على عافيه مهيله حتى كيذوب معنا صافي. نضيفوا هاد الحامض، غادي نخليه غير واحد شويه حتى يذوب معايا، وعاد غادي نضيف السكر. من بعد ما كيذوب لينا السكر ديالنا كامل صافي كنضيفو هنايا الكماله ديال 2 كيلو ديال السكر سنيده صافي، وكنخليوه على النار مع التحريك. تقريبا راه كيدير واحد على عافيه مهيله ثلث ساعه، عافيه متوسطه تقريبا واحد 45 دقيقه. كنخليه على عافيه مهيله، ومره كنبقى هكا كنحركو صافي. كنبداو في الاول كنبقاو نحركوه حتى كيذوب معنا السكر سنيده صافي، وكنخليوه فوق النار مره كندوزو نحركوه. العجين ديالتي خليته تقريبا حتى كملت اللور تقريبا واحد 5 سوايع. دابا هنايا غناخذ العجين ديالتي غنديرها دوائر، وغادي ناخذ كل دائره غادي نطلقها على شكل مستطيل بالدلاك، وغنربعها بحال الشكل اللي درت الشباكيه في العجينه ديال البوشنيخه. كنربعها. ها هي هنايا العجين، شوفوا معايا راه كنت خليتها قاصحه، ها هي تبارك الله كترخف لينا العجينه. هنا غادي نقسمها واحد الكريطات القياس اللي كنبدا نطلق بالوحده. هنايا كيف ما قلت لكم كنطلق كل كره ديالتي ديال العجين كنطلقها على شكل مستطيل، وكنربعها هكا دائما كيف ما كنديروا على شكل هكا مسمنه صافي. وكنرجعهم دائما، كنخليو العجينه ديالنا في البلاستيكه وكنرجعهم كيرتاحوا شويه، وعاد كنبدا نطلق في العجينه ديالتي. من بعد ما كترتاح لينا العجين ديالتنا كنطلقوها وكنبداو هكا نشكلوا في العجين ديالتنا الشكل ديال الشباكيه، كل واحد كيفاش كيشكلها. هنايا غادي نشارك معكم، كنت ديجا حاطه لكم في القناه فيديو خاص بالتشباك. هنايا كندير ديال 3 كتجي تبارك الله سهله، وكتجينا الشباكيه حتى هي مقطوده. واللي بغاو يديروا 4 الشرائط يديروا كل واحد والطريقه اللي كيكون مولفها في الشباك. هنايا كناخذ الشرائط ديالي، هانتوما شوفوا كندير 3
كيوليو عندي 4 ديال الشرائط هنايا. كناخد الاول كنهزو، الثاني كنهبطو، الثالث كنهزو، والرابع كنسد الطرف ديالو مع الطرف الثاني صافي، وكنشد بحال هكا. هاد الاول مع الثالث كنلاقيهم بحال هكا، وهاد الاخراني كيتلاقى لينا مع الثاني صافي، وكنديروا بهذه الطريقه هذه بحال هكا، وكنوجدوا شباكيه ديالتنا. نعاود معكم وحده اخرى صافي. ملي كنسالي راه كنستفهم في اللاطه حتى كنكمل انا كلشي، عاد كنبدا نطيب. هانتوما شوفوا معايا هنايا كندير نهز الاولى نهبط الثانيه، نهز الثالثه نهبط الرابعه كنلاقي الطرفين ديالها من الجناب. هنا هاد الاولى هذه اللي هزيتها كنقلب ليها الوجه ديالي بحال هكا، كتلاقى مع هاد الثالثه. وهنايا هذه الرابعه مع الثانيه صافي بهاد الطريقه هذه، وكنقادو الشباكيه ديالتنا كتجي هكا بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للشباكيه كيف ما شاركت معكم دائما ديال الفران كنقادو ليها الشكل ديالها. بالنسبه للشكل اللي كنصايبوه هو اللي خصنا، الشكل اللي كنشوفوا عليه الشباكيه طيبه، يعني خصنا باش نحطوها في اللاطه ضروري كنحلوا ليها الا تسدوا لينا هكا الاشرطه كنحلوها وكنقادو ليها نوقفوها مزيان، لانه داك الشكل اللي كنحطوه عليها هو الشكل النهائي ديالها. يعني كنقادوها وهي في اللاطه بحال ما شاركت معكم في لسان الطير اولا في اي نوع ديال الشباكيه. دائما الشكل اللي كنحطو عليه الشباكيه هو الشكل اللي كنشوفوها فيه وهي طيبه. صافي غادي نكمل انايا العجين ديالتي نستفهم في اللاطه حتى كنسالي كلشي. كما العاده كندخل الفران كيطيبوا من التحت، وعاد كنشعل عليهم من الفوق يذهبوا ونعسلوهم ان شاء الله. هنايا شوفوا معايا العسل راه كنخليه على عافيه مهيله. هنا هانتوما شوفوا معايا الدوائر ديال الحامض راه بداو تيذهبوا لينا. هنا مازال خاصو مازال طياب. بالنسبه للحامض حتى يوجد معانا كيتعسل. هانتوما شوفوا معايا هذا اللي كنت موجداه حتى كيتعسل معنا الحامض كيولي بهذا اللون هذا. ها هو هذا هو العسل اللي شاركت معكم في الاول، كيكون معلق بحال هكايا كنولي لنا الحامض فهاد اللون هذا صافي كنطفيو عليه. هنا مازال غادي نرجعو يكمل الطياب ديالو. العسل ديالي من بعد ما كيوليو عندي هاد دويرات الحامض بهذا الشكل هذا بهذا اللون هذا ها هويا صافي كنطفي عليه وغادي نخليه حتى كيبرد. وبطبيعه الحال ملي كنبغيو مع كيجينا تبارك الله عاقد كيف ما شفتوا معايا، باش كنبغي نطفي فيه الحلوى راه ضروري كنعاود ندفيه. الشباكيه ديالتي من بعد ما كطيب وكنعسلها هنايا درتها البارح في الليل الصباح هذا صافي كنخليها حتى كتسقطر مزيان. هنايا في الكسكاس كتجي تبارك الله هذه مقرمشه هشيشه ومقرمشه. شوفوا معايا التوريقه من الداخل كتجي غزاله. هاد الشباكيه راه تقريبا نفس الشباكيه اللي شاركت معكم العام اللي فات، غير هنايا خدمتها بالخميره بلديه وزدت فيها القشور ديال البرتقال معسلين. كتجي تبارك الله زوينه وكتبقى معنا. وهذا العسل هذا كيبقى تبارك الله كيلصق. هانتوما شوفوا معايا كيلصق في المعسلات خصوصا هادو ديال الفران كيبغيو العسل هكا اللي تيلصق. ملي كنبغي نخدمو راه ضروري كندفيه عاد كندير فيه الحلوه ديالتي حقاش كيكون ثقيل باش ما غاديش يهز ليا العسل بزاف. وباش كنهز الحلوه ديالتي هانتوما هي كتصفى كتبقى فيها غير ديك التلصيقه من الفوق، ديك لاكوش رقيقه ديال العسل كتبقى بها هكايا كتبقى لاصقه. وما كنضطروش اننا ندوز واحد سيمانه ولا 2 سيمانات كنلقاوها نشفات ونعاودو نعسلوها بهذا العسل هذا كتبقى بحال هكا قابطه. هانتوما شوفوا معايا ديك اللمعه الكوش رقيقه ديال العسل. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. جربوها ان شاء الله.
تتجي تبارك الله لذيذه ومقرمشه. نخليكم ان شاء الله على خير، الى فيديو مقبل.